يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز الكبير على اتحاد جدة السعودي ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ربع النهائي. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر في 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب الجوهرة المشع، وستذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية. وسيلتقي الفائز من مباراة النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي مع الفائز من مباراة أوراوا الياباني ومانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة لتقام يوم السبت 17 فبراير المقبل. كما تم تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم 15 فبراير المقبل، بعد تأجيل وتحديد الموعد الجديد لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق إنجازا جديدا في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز في المباراة القادمة والوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، حيث لم يستطع النادي الأهلي سوى الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الذي حققه في 3 مرات سابقة.